السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنعدلو واحد الوصفة سميتها البسيس. هاد البسيس هذا راه قليل اللي كيعرفوه، لحقاش كنعدلوه غير في المنطقة ديال تفراوس. وداكشي اللي كنحتاجو فيه اكورنيجان. كنحتاجو اكورنيجان والزبدة. الزبدة الكمية اللي بغيتو نتوما. الا درتو بزاف ديال الزبده يعني غديروا بزاف ديال اكورنيجان. قللتو في الزبده حتى الكورنيجان غتقللوا فيه. وشويه ديال الملح. حتى الملح ما كنكتروش فيه لحقاش كيكون في الملح كيكون في اكورنيجان في الطحين. بسم الله غنبداو بالزبده، غندوبو الزبده حتى تذوب ونرجع معكم. من بعد ما دابت ليا الزبده ذوبتها بزاف وخليتها حتى طابت بزاف، لحقاش الا خليتوه مده طويله غيخسر الا ما طيبتوش الزبده بزاف. تخليو الزبده حتى طيب بزاف، لحقاش غتخسر هادي غتخسر فيه الزبده، غيبقى البسيسه يضيع. ذوبت خليتها حتى بردت، ذوبتها وخليتها حتى بردت و ودابا وصفيتها. ودابا غنخلط البسيس. بسم الله. دابا كنزيد الدقيق والكورنيشان. كنبقاو نزيدو في الكورنيشان حتى كيولي بحال العجينه ديال الخبز. كنتمنى تجربوه، راه صحي ومتاكده بلي غيعجبكم بزاف، لحقاش فيه غير جوج المكونات وكتخرج واحد الوصفه زوينه بزاف. انا راه درت غير واحد الكميه صغيره بزاف، لحقاش انا غير بغيت نوريكم كيفاش.
كنحطوه في الثلاجه حتى يبرد، من بعد نقطعوه. دابا خليته في الثلاجه شويه حتى برد، وغنزيد نقطعو معاكم. انا راه خليته غير شويه، مازال ما قاصحش. ها هو. وتشربوا به القهوه ولا اتاي في الفطور ولا في العشيه. كنتمنى يعجبكم، وما تنسوش حتى نتوما تشجعوني، ما تنسوش الدعم. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.